تجاوزنا مرحلة التخندق القومي أو الطائفي، الآن دخلنا في مرحلة التخندق الحزبي. قد في واحدة من الجوانب هذه حالة إيجابية أن يحصل خلافات حزبية، بمعنى أن يحصل اتفاق وانسجام ما بين بعض القوى السياسية الشيعية مع بعض القوى السياسية الكردية وكذلك السنية، هذا أمر جدا إيجابي. لكن بالتأكيد أكو انعكاسات على الواقع الميداني، هذه القضية واقعة حقيقة لا بد أن نعيشها. هذه سوف تبقى لمرحلة ما بعد عيد الأضحى القادم إن شاء الله تعالى. لا أعتقد أن الكابينة سوف تكتمل بصورة كاملة، لأن الآن أصبحت حكومة دستورية، والحكومة سوف تمارس عملها منذ يوم غد تقريبا، ولا يوجد ثمة ضغوطات. غالبية القوى السياسية مشاركة في هذه الحكومة، بعض القوى السياسية تعطي فرصة إلى شركائهم ما بعد العيد القادم، ولكن يعني ماكو في ضغوطات. الآن الضغوطات التي حتمت على السيد الزيدي أن يقدم كابينته، والتي حتمت على زعماء القوى السياسية غالبية أن تحضر للبرلمان بسبب الضغوطات الدستورية، لا بد أن تحظى وفق هذه التوقيتات الدستورية، يعني لمدة شهر لا بد أن يتم التصويت على هذه الحكومة. الآن أصبحت حكومة دستورية، غالبية القوى الآن لديها أسماء ولديها وزراء ومشاركين، البعض الآخر يمثل أقلية بالنسبة للغالبية، فيبقى قضية الالتزام الأخلاقي مؤكثر. يعني الالتزام الأخلاقي يحتم على القوى السياسية التي لديها تمثيل كامل فيها الحكومة أن تلتزم بالتزاماتها الأخلاقية مع القوى السياسية التي رفض بعض وزرائها اليوم، والذين أيضا لم يقدموا ضمن استحقاقهم وزرائهم في هذه الكابينة.